عسلامة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا كمونية الدجاج بطريقة سهلة وبنينة على الاخر. باش نعملها بالصدر بتاع الدجاج. اول حاجة باش ناخذ زيت زيتونة، حطيت في الكاسرونة اللي باش نطيب فيها الزيت، حميته شوي وقليت فيه قرنين فلفل بالطبيعة بعد ما ملحته. من بعد نحيتهم وحطيت بصلة متوسطة قصيتها جويدة باش نذبلها، ومن بعد نضيف عليها الدجاج اللي هو الصدر متاع الدجاج، قصيته طرونشيت كبيرة شوي باش ما يذوبش على خاطر الدجاج ما فيش روح، هيك علاش تقصوهم طرونشيت خشين شوي. فوحت الدجاج، كركم، زنجبيل. بالنسبة للزنجبيل راهو يبنن الدجاج على الاخر، وبالطبيعة سنتين ثوم، عمل 2 سنون ثوم باش نحركهم ونخلي الدجاج يتقلى شوية يتشرب الفحات هذه، ومن بعد نكمل بقية الفحات. تو باش نزيد مغرفة كبيرة طماطم معجونة حليتها في شوية ماء، واذا الطماطم اللي عندكم تبدا فيها القروسية شوي تنجموا تزيدوا رشة صغيرة سكر وهي محلولة في الماء. لاستيس هذه تنحي القروسية وتجيكم الماكلة بنينة على الاخر. من بعد ما قليت الطماطم شوي مرقت بالماء، بالطبيعة الماء يكون سخون على الاخر. كملت ملحت، زدت شوية تابلو كروية، فلفل زينة باش نخلطهم ونخليهم يطيبوا سلة سلة. وفي اخر مرحلة قبل ما نطفي على الغاز بدقيقتين حطيت مغرفة صغيرة كمون، حركت كل شيء مع بعضه، ومن بعد باش نزيد رشة فلفل اكحل ونطفي على الغاز. وهكا تكون الكمونية متاعنا حضرت. طريقة سهلة بسيطة وتجيكم بنينة على الاخر. باش نحطها في طبق التقديم، وبالطبيعة نزيدوها القرين الفلفل اللي قليناه من الاول، رشة متاع معدنوس، واللي يحب يضيف زاد رشة متاع بصل زاد راهي تزيدها بنة على بنة. وتوا ما بقاك باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحة وبشفى للي باش يجربها. شهية طيبة وبسلامة.